عمرك قابلت شخص وقال لك أنا اتغيرت وبعدين بعد كام شهر اكتشفت إنه رجع زي ما كان؟ أو يمكن أنت نفسك وعدت نفسك 100 مرة إنك هتغير صفة معينة فيك زي العصبية أو العند أو التسرع، وبعد فترة لقيت نفسك رجعت لنفس النقطة؟ ساعتها بنسمع الجملة المشهورة: الطبع غلاب. بس استنى شوية، هو فعلا الطبع غلاب ولا احنا ساعات بنخلط بين التغيير الحقيقي والتجمل المؤقت؟ اهلا بيكم. انا شادي الخولي وده بودكاست من غير ما نحس، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن حاجات بتحصل جوانا وحوالينا كل يوم ويمكن بنعيشها من غير ما نحس. خلونا الاول نتفق على حاجة: الطبع مش حاجة بنصحى الصبح نختارها، الطبع بيتكون في سنين عمر، من أول بقى التربية، من التجارب، من النجاحات، من الخسارات، من المواقف اللي عشناها. علشان كده لما حد يقولك غير طبعك كأنه بيقولك غير تاريخك كله. بس المشكلة إن ناس كتير بتستخدم كلمة أنا طبعي كده كأنها تصريح رسمي بالغلط. واحد عصبي بيقولك أنا طبعي كده، واحد بيجرح في الناس بكلامه يقولك أنا صريح وأنا طبعي كده، واحد مهمل يقولك أعمل إيه أنا طبعي كده. لا يا صديقي، الطبع يفسر التصرف لكن ما يبررش الغلط. أنا طبعي كده وبحب كده وبحب أعيش وما عنديش إلا كده. دي حياتي أنا. أيوة، يمكن دي طبعها كده ويمكن عندها ظروف ويمكن مرت بتجارب صعبة، كل ده يفسر التصرف لكن مش شرط يبرره. لأننا لو بررنا كل غلط بطباع الناس يبقى عمر حد ما هيتحاسب على حاجة. طيب، تعالوا نحكي حاجة بنشوفها كل يوم. واحد طبعه حاد جدا لكن لما يحتاج مصلحة من حد يتحول لإنسان تاني، ذوق وأدب واحترام واهتمام وسؤال عليك كل يوم لحد ما يخلص مصلحته، وفجأة يرجع للنسخة القديمة، للإصدار القديم. وساعتها الناس تقول أهو، ما هو الطبع غلاب. لأن اللي حصل مش تغيير، اللي حصل تجميل مؤقت. زي طالب كده ما فتحش كتاب طول السنة وقرر يذاكر ساعتين قبل الامتحان. هو عمل حاجة؟ بس هل بقى متفوق؟ لا. عارفين ليه ناس كتير بتفشل في التغيير؟ لأنها بتحاول تتغير قدام الناس بس مش جواها. عايز يبقى مؤدب علشان الناس تحبه، عايز يبقى كريم علشان صورته تبقى حلوة، عايز يبقى هادي علشان يكسب شخص معين، لكن من جواه لسه مقتنع بنفس السلوك القديم. وعلشان كده أول ما الضغط يزيد أو أول ما المصلحة تخلص والقناع يقع يرجع الإنسان لطبيعته. طيب، هو الإنسان بيتغير ولا لأ؟ هنا بقى السؤال المهم: هل الإنسان يقدر يغير طبعه؟ الإجابة أيوة، بس مش بسهولة ومش بسرعة ومش عشان حد. التغيير الحقيقي بيحصل لما الإنسان يقتنع، لما يكتشف إن صفة معينة بتأذيه وبتأذي اللي حواليه. ساعتها يبدأ يشتغل على نفسه كل يوم. يعني واحد عصبي مش هيبقى هادي في أسبوع، لكن ممكن يبقى أهدى بعد سنة. واحد بخيل مش هيبقى كريم في يوم وليلة، لكن ممكن يتعلم إزاي يدي بالتدريج ويتعلم يعني إيه عطاء. الفرق إن الأول كان بيمثل والتاني كان بيتغير. في الشغل مثلا تلاقي مدير بيقول أنا طبعي صارم ويتعامل مع الناس بعصبية، وتلاقي موظف يقول أنا طبعي صريح ويزعل كل اللي حواليه. مع إن الحقيقة إن الصرامة غير الإهانة والصراحة غير قلة الذوق. وفي البيت كمان لما واحد يقول أنا طبعي عصبي الأسرة كلها بتبقى عايشة على أعصابها. واحدة تقول أنا طبعي حساس فتفسر كل كلمة بطريقة سلبية، وفي الآخر نكتشف إن المشكلة مش في الطبع نفسه، المشكلة في إننا رافضين نشتغل عليه. طيب، نعمل إيه بقى؟ أول حاجة نبطل نستخدم كلمة أنا طبعي كده كعذر جاهز، يعني لأنها مش هتحل حاجة.
تاني حاجة، نسأل نفسنا بصدق، ايه اكتر صفة بتخليني اخسر الناس او الفرص او راحتي النفسية؟ تالت حاجة، نفرق بين التغيير والتجمل. التجمل بيعيش يومين، اما التغيير الحقيقي فبيعيش سنين. ورابع حاجة، ندي نفسنا شوية وقت، لان الشخصية مش مشروع بيتبني في يوم، لكن كل خطوة صغيرة بتفرق. وفي النهاية أنا مقتنع إن الطبع فعلا غلاب، إن الطبع بيغلب التطبع، لكنه مش مستحيل. الغالب مش معناه المنتصر للأبد، الغالب معناه إنه قوي. لكن في ناس قدرت تغلب عصبيتها، وفي ناس قدرت تغلب أنانيتها، وفي ناس قدرت تغلب خوفها، وكمان في ناس قدرت تغلب نفسها. وعشان كده يمكن الجملة الأدق مش الطبع غلاب، لكن الطبع غلاب إلا لو صاحبه غلبه. وسؤال حلقتنا النهاردة، في صفة في شخصيتك حاولت تغيرها قبل كده ونجحت ولا لسه بتحاول؟ اكتبولي رأيكم وحكاياتكم في الكومنتس، يمكن نستفيد. كنت معاكم أنا شادي الخولي في بودكاست من غير ما نحس. استنوني الحلقة اللي جاية. مع السلامة. في حياتنا ألف حكاية، جوا كل قلب ورايا بنشوف اللي بوشين واللي عايشين بمبدئين، مواقف مشاعر وأحاسيس، بنقابل كل أنواع النفوس. هنا شادي الخولي هيقول لكم كل اللي بيدور في عقولكم. اسمعوني في بودكاست من غير ما نحس، من غير ما